السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في موضوع الفيديو بتاعنا عن ليه بنأجل السعادة. ليه دايما رابطين سعادتنا بحاجة هتحصل في المستقبل. يعني احنا دايما بنربط السعادة بكلمة لما. يعني مثلا لما اشتغل هبقى سعيد، لما اتجوز هكون مبسوط وسعيد، لما يكون معايا فلوس هيكون سعيد. ليه دايما بنربط سعادتنا بالمستقبل، مع ان السعادة ممكن لو بصيتي حواليكي هتلاقيها موجودة جنبك الوقت، في اللحظة دي اللي انت عايشاها، مش في المستقبل. ومن كتر ما احنا او كتير مننا بيربط السعادة بتاعته بالمستقبل او حاجة هتحصل بكرة، احنا اتعلمنا نأجل كل حاجة حتى الفرح. وبالتالي اتعودنا من واحنا صغيرين لازم تكون في كلمة لما قبل اي شيء. فبالطبيعي عقلنا ربط سعادتنا بالمستقبل. زي ما نقول لنفسينا لما نذاكر هننجح ونفرح، لما نشتغل هنرتاح، لما نخلص المسؤوليات اللي ورانا هنعيش ونبقى سعداء. فبالتالي ربطنا سعادتنا بالمستقبل مش باللحظة الحالية. النقطة كمان المهمة إن إحنا بنقارن سعادتنا وحياتنا بالآخرين. اللي بنشوفه قدامنا الإنسان السعيد دوت له حياة مختلفة تماما، فيها أشياء بتنقص من سعادته برضه. يعني مش سعيد سعادة مطلقة. وللأسف إحنا بدل ما بنعيش حياتنا إحنا بنقيسها بحياة الناس اللي قدامنا اللي إحنا شايفينهم سعداء على طول، وبقينا بنأجل سعادتنا للمستقبل. يعني بقى جوانا شيء أو شعور غريب إن إحنا لو بقينا سعداء الوقتي يمكن يحصل حاجة وحشة قدام. لكن الحقيقة السعادة لما تشعري بيها وتستشعريها في كل شيء حواليكي هتجلب لك سعادة أكتر. من الأسباب برضو اللي بتخلينا نأجل سعادتنا السرعة اللي بقت في حياتنا. سرعة في الشغل، سرعة في الدراسة، سرعة في المشاكل والمسؤوليات. فما بقاش في وقت إن احنا نقعد مع نفسينا ونسأل نفسينا احنا حاسين بإيه؟ احنا مبسوطين ولا لأ؟ وبقينا بنعيش على وضع النجاة مش وضع الحياة. من أسباب برضو تأجيلنا للسعادة إن في كتير مننا فاكرين إن السعادة لازم تكون شيء كبير، فلوس كتير، نجاح كبير، أو سفر، أو حاجة كبيرة تحصل. لكن السعادة ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، ضحكة من القلب، أو رسالة حلوة تجيلك، أو لحظة راحة بعد تعب، أو حتى فنجان قهوة تشربيه وإنتي هادية وسعيدة. انتظارك للحدث الكبير أو الحاجة الكبيرة اللي انتي رابطة سعادتك عليها بيضيع منك اللحظات الجميلة السعيدة الصغيرة اللي انتي بتعيشيها الوقت، وللأسف بيضيع سعادتك. طيب ازاي احنا ما نأجلش السعادة بتاعتنا؟ أول حاجة اهتم باللحظة اللي انت عايشاها الوقت. اسألي نفسك كل يوم أنا دلوقتي حاسة بإيه؟ أنا سعيدة ولا لأ؟ الوقت مش بعدين. تاني حاجة اتخلصي من كلمة لما. بدل ما تقولي لما يحصل كذا هكون سعيدة، قولي لنفسك ايه اللي يخليني أفرح دلوقتي، أو ايه الأشياء اللي تخليني سعيدة دلوقتي حتى لو أشياء صغيرة. النقطة التالتة ما تقارنيش نفسك بأي حد، مش كل اللي بتشوفيه حقيقي 100%. رابع حاجة افرحي من غير سبب، أو افرحي بدون أسباب كبيرة. أي حاجة بسيطة انت بتمر في يومك خليها دايما تكون سبب لفرحك.
واعرفي إن السعادة مش محطة، ده طريق انت هتمشيه، ومش حاجة إنك توصلي ليها، دي حاجة انت بتعيشيها. اعرفي إن تأجيلك للسعادة أخطر من أي مشكلة تانية، لأنه بيخلي عمرك يعدي ويجري وانت مستنية الحياة تبدأ، وهي فعلا الحياة بادئة. الحقيقة إن الحياة مش هتبدأ بعدين، هي بدأت بالفعل. والسؤال الحقيقي هنا مش إمتى هبقى سعيدة، السؤال اللي لازم تسأليه لنفسك: ليه أنا مش بختار أكون سعيدة دلوقتي؟ بصي حواليكي دايما، في حاجات صغيرة تستاهل ابتسامتك، وفي لحظة تستاهل إنك تعيشيها، وفي حياة بتعدي مش هترجع تاني. يعني ما تأجليش السعادة، لأن الوقت اللي بيعدي مش هيرجع، لكن إحساسك بيه ممكن يفضل يكون معاكي للأبد. يعني لازم تقفي مع نفسك لحظة وتقولي لنفسك: السعادة عمرها ما كانت باب مستني حد يفتحه في المستقبل، ولا لحظة كبيرة جاية تغير كل حاجة فيكي. السعادة اختيارات صغيرة بتتعمل كل يوم. اختاري انك تضحكي رغم التعب، انك تشوفي النور وسط الزحمة. اختاري انك تقولي لنفسك: انا هحاول اكون كويسة دلوقتي. ما تستنيش حياتك تبدأ، لانها بالفعل بدأت، وكل يوم بيعدي هو جزء منها. اوعي تضيعي عمرك وانتي مستنية الوقت المناسب، لان الوقت المناسب هو اللحظة اللي انتي فيها دلوقتي. اختاري تعيشي، مش بس تكملي. اختاري تحسي بالسعادة، مش بس تستنيها تيجي بعدين. واختاري انك تفرحي دلوقتي، حتى لو بالحاجات البسيطة اللي معاكي. أجمل حياة هي اللي ما تتأجلش، اللي تتعاش الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.